كما قاعد تشوف عاد انقطاع التيار الكهربائي الان في الملعب الاولمبي مولاي عبد الله في الرباط. مشاكل بالجمله قبل انطلاق المباراه. ملاعب من اعلى طراز وامكانيات كبيره وضعت على ذمه ضيوف المغرب، فكانت الصوره ابهى من المنتظر واجمل من المتوقع. غيث النافع على امتداد ايام لم يكن عائقا لرؤيه ملاعب بتقنيات عاليه لا تتاثر بالمناخ، لا تعيقها الحراره ولا تفسد جوده ارضيتها الامطار الغزيره. في المغرب حرص كبير على كرامتيه واسعاد كل من اختار بلاد اسود الاطلس كوجهه رياضيه افريقيه ستصبح بعدها وجهه عالميه لضيوف كاس العالم 2030. شكر كبير للجمهور المغربي اللي ساندنا، وان شاء الله يكونوا اكبر دعم لنا في المقابل. شكرا للمغرب، شكرا للجمهور المغربي، شكرا كثيرا جدا جدا جدا. كل منتخب بملعب تمارين مستقل عن البقيه، مراكز اقامه استثنائيه ومرافق عالميه كانت السبيل نحو ضمان البهرج والابهار لكل ضيوف المغرب، سواء على عين المكان او عبر الشاشه الصغيره للتلفاز او عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حفل افتتاح أذهل العالم، جمع بين التراث التقليدي والحداثة المبتكرة. يا المغرب تشرق منه الشمس أفقه. نجوم إفريقية وعالمية في الموعد وملاعب استثنائية جاهزة لاستقبال كل منتخبات القارة السمراء. المغرب تؤكد مرة أخرى ريادتها كجسر رياضي قادر على إذهال الجميع وصناعة التاريخ عبر تنظيم محكم لأبرز التظاهرات بطريقة استثنائية. مسيرة ال1000 ميل تبدأ بخط ديستاد تخطف الأنظار، بنية تحتية عالية الجودة، حفل افتتاح أسطوري، حضور جماهيري عالي ومواكبة إعلامية قياسية. هكذا هي المغرب، حين تستضيف تكرم ضيوفها، وحين تنظم تعطي الدروس، وحين تصنع تحرص على التفاصيل. فهنيئا للمغرب بهذه المكاسب لتكون دائما سباقة ورائدة في المجال الرياضي خاصة وكل القطاعات بصفة عامة.